السلام عليكم. الأسعار الإنترنت زادت في مصر، وده على أساس إن إحنا بنستورد جيجا بالدولار، فعلشان كده الشركات يا عيني مش قادرة. مع إن موضوع النت ديت حاجة غريبة، شوية كابلات وتوصيلات، ولا بنستورد جيجات ولا بنستورد نيلة، ومع ذلك يقول لك أصل سعر الأسعار التشغيل زادت ومش عارف إيه. الكلام ده كله كلام يضايق، ان ترفع اسعار النت وترفع اسعار باقات المحمول. الكلام ديت احنا يعني زهقنا من كل شوية زيادات زيادات زيادات. طيب يعني مش عارف، يعني انا عملت حسبة كده بسيطة بس مش متأكد من صحتها، بس بتقول ان الجيجا في السرعات اللي هي 140، السرعة بتبقى الجيجا بتبقى واقفة علينا تقريبا ب167 قرش. الجيجا الواحدة بتقف علينا ب167، يعني بجنيه و67 قرش تقريبا أو 70 قرش. طبعا لو حسبنا الباقي هنلاحظ إن هي بتنزل شوية يعني. طيب هل انتوا بتدونا حقنا؟ ده طبعا لا، الخدمة سيئة وكلنا بنشتكي منها وبطيئة. يعني مثلا بيقول لك ان السرعة في اللي هي باقة ال 140 جيجا، ان مش عارف جيجا ولا ميجا، المهم يعني بيقول لك ان السرعه فيها بتبقى 30 والكلام ده ما بيحصلش، لان مش كلنا على كابلات الفايبر اللي هي بتدي السرعه 30. اقصى حاجه بتدي 15. معنى كده ان احنا ما بناخدش حقنا بالكامل وبنتحاسب على اسعار مش حقيقيه ومش موجوده. طيب لمصلحه مين الزيادات المستمره ديت؟ انا شفت فيديو على التيك توك بيدعو النهارده لحد 7 ان كلنا نقفل موبايلاتنا ونقفل الراوتر من الساعة 9 للساعة 10، عشان نحاول ان احنا يعني نوصل صوتنا للمسؤولين عن شركات الاتصال والنت في مصر، ان احنا مش قد الكلام اللي بيحصل ديت. انتوا بترجعونا لورا ليه مع ان الدنيا بتتقدم لقدام؟ النت حاجة بقت ضرورية وضرورة من ضرورات الحياة زي المية والكهرباء والغاز. يا جماعة اللي بيحصل ديت مش ظريف، مش كويس. الدخل بتاعنا ما بيزيدش بنفس الزيادات اللي هي بتحصل يوميا. احنا كل يوم بنصحى على زيادة في حاجة، وحاجة من ضرورياتنا. حاجة بقت صعبة جدا 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 علينا اللي بيحصل ده. يا ريت شركات الاتصال تحس بينا وتحس ان احنا محتاجين ان احنا نطور نفسنا، مش ان انت تصعب موضوع الانترنت على اساس يبقى بعيد عن متناول الشعب. ده مش حلو ومش صحي لو احنا دولة عايزة تتقدم بجد. يعني دعوتي للشركات الاتصال ان هي تراجع نفسها في الزيادات الخزعبلية اللي حصلت من يوم 6. الكلام ديت انا مش موافق عليه، واعتقد ان حضراتكم برضو مش موافقين عليه. لو كده نشوف يعني ايه اللي نقدر نوصل بيه صوتنا للشركات ديت ونخليها يعني تحس بينا. كل اللي اقدر اقوله ملناش الا ربنا، لكن حرام والله العظيم اللي بيحصل فينا ده. تحياتي.